قصة 20,000 3 أبيات يطلب الرد في الحال. يقول في أبياته الأولى: يا الأحمري نطلب قصيدك ولا بان، صريت شعرك داخل الصدر صري، لو كان للشاعر محطة وبيبان صنع من إبداعاته شاع ذري، أما تعد بيوتك بصوت والحان ولا ترك الزحمة لغيرك وسري. فرديت عليه في الحال أقول الأسباب تدفعني ولو خاطري شان، وامسك عنان النفس عن كل شري، لاني قرنت الصفح مع فضل الإحسان وآمنت باللي له لساني يطري، اللي تصدع هيبته كل سلطان واللي يورينا وحين ما نوري، خشعت له بالجارحة قلب ولسان عساه من عفوه الذنب يبري، والشعر وحي الكاهن ورقية الجانة تابعه من حيث ريحة ذري، يركز بيوته داخلي ركز عيدان وقص جرة خطوته قص مري، تاتي بيوته كأنها هبرة الضان اللي شحمها من نعيمي وحري، لغاية ما وصلها فلان وفلان خطر عليه الذعر والصيد بري، جملة بيوت شربت الصبح فنجان من حسها تهذل وتعب المضري، تاويلها بكتاب محرز وبرقان ورسالة الغفران لابن المعري. فرجع قال 3 أبيات ثانية ويطلب الرد عليها في الحال. يقول: يا ليتنا يا الأحمري مثل العيون الراقدة اللي تهنى نومها واللي تعداها الهلع، حامي عروق قلوبنا مثل الرواسي صامدة، فيها البحر يا الأحمري هايج وفيها المنتجع، والمجند اللي خابره ما دام نونك راصده، أما دفعنا غلته ولا تلاشى وانقطع. رديت عليها أقول: يا خالق المستعربة والعاربة والبايدة، تكفيني اللي همني الله وتكفيني الجشع، هذا ردودي متكل بالله وحبلي عاقده، وارخصت مجهود الغلا كله ولا خاب السنة، والعيس قوى صبرها شل الحمول الكايدة، والطبع ما حد يغلبه ما دام في النفس انطبع، الوقت غير موجته بخت النفوس الزاهدة، دنيا تلوث طبعها واللي يجاملها انخدع، والعين تعرف خصمها والقلب يعرف حاسده، خلك مثل وبل الحياة من حيث ما هل انتفع، طيب قصيدي بينكم كأنه طعام المايدة، كظمت حرفه داخلي لكن تجرى واندفع، لي طايف بعد السحر يمشي معي وشاهده، وانخدت معه القافية ولا تعذر وانهزع، هذه منصة عالم يكب الهروج الزايدة، ما هي بكلمة جاهل يبست وشوطها الشمع، يا الحارث وكعب وعمر يا قس يا بن ساعدة، يا أهل الخطابة والحجا في كل سوق مرتفع، ينشي ويمطر بعدكم برق القصيد وراعدة، تبقى الحقائق ثابتة ما هو كلام مصطنع، والذكريات الماضية لو كان فيها فايدة هلت دموعي لأجلها والقلب عيا ما اقتنع، لكن درست المجتمع كله وعندي قاعدة، ما طار طير وارتفع إلا كما طار وقع. سلامتكم.